السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد على قناه هبه كيتشين. واخا طولت شحال هذه ما حطيتش فيديو في القناه، ولكن انا رجعت معكم ان شاء الله. غادي نديروا الكوزاميه او باستيشيو اللي كتجي زوينه زوينه. مهم كتاكليها وكتعرف راسك اشنو كتاكليها. المهم عندنا هنا كميه ديال الدجاج كيبقى على حسب كل واحد الكميه اللي كيبغي. قطعته صغير، انا عندي هنا جامد هذاك الشيء كيبان هكاك مقطع مقاد. كندير معلقه ديال نص معلقه الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار والسكينجبير كثرت منه شويه، واحد المعلقه ديال الموطارد، واحد 3 المعالق ديال الزيت، حيت هي فاش غادي نشحروا ان شاء الله. غادي نخلط هاد المسائل. انا راه حكيت واحد الضريج ديال الثومه، اللي عنده الثومه بودر يديرها، راه ما تشدش ليه هنا في المونتاج. صافي كنحركوا كل شيء وكنخليوه يرقد. شحال ما خليتوه راه كيجي بنين. كنخليو على جنب وكناخذ البطاطا اللي كنقطعها مربعات، يعني غادي نقليها ان شاء الله. اللي ما بغاش يقليها ينشفها مزيان ويديرها في الفران. انا غادي نقليها صافي. بعد ما رقد لينا الدجاج كندوزو كناخذ واحد المقله وكنديروا فيه داك الدجاج، راه فيه الزيت ديالو، فيه العطريه، فيه كل شيء. واحد المقله حدايا هي فاش غادي ندير الفريت ان شاء الله. صافي داك الدجاج غادي نبقاو نحركو فيه حتى يتقلى لينا مزيان مزيان. كيف ما شفتوا راه في خطره واحده كنقلي الفريس وكنشحر الدجاج حدايا. الدجاج ها هو وجد لينا كيف ما شفتوا راه تحمر مزيان. ضروري خليوه يتحمر باش كيعطيكم ديك النسمه الزوينه ديال التحمر ديال الدجاج. ما تخليوش هكا في الزيت ولا يكون يبقى ابيض. في كاسرونه اخرى غادي ندوز نديروا البيشاميل. عندنا معلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي ندوبها، وغادي نضيف لها معلقه كبيره ديال الدقيق. صافي غنحركهم مزيان تيندمجوا، وغادي نبدا نزيد لهم الحليب. غادي نضيف 2 كيسان ديال الحليب. في الاول غنضيف الكاس الاول وغنحرك مزيان باش ما يتكورش ليا الخليط. صافي غادي نضيف الكاس الثاني ونبقى نحرك. غادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. اللي عنده الكوزه يضيف شويه. صافي غنبقى نحرك حتى يختار ليا شويه الخليط، وغادي نضيف الفرماج. انا الفرماج هنا عندي كان في المجمد، يعني جبدته ودرته. الفرماج اي نوع الفرماج ديروه. الا عندكم المربع ديال الساندويش ولا داك المثلث الا موجود. انا المهم هنا درت الموتزاريلا عندي محكوكه في الفريكو، هي اللي استعملت. صافي غنبقى نحرك حتى تختار ليا البيشاميل. وهذا هو القوام ديالها. انا كنوريكم القوام ديالها كيجي كريمي. صافي كناخذوا، انا خديت هاد الطويجنات هادو فرديين، ممكن ديروا في مول هكا كبير ديال الزاج عادي. كندير شويه ديال البيشاميل في تحت في ديال الطاجين، وكنفرش واحد التفريشه هكا ديال البطاطا. يعني راه ساهله دغيا دغيا كتوجد. ممكن تعتمدوا عليها كوجبه في العشاء، راه دغيا دغيا كتوجد. صافي وكندير طبقه ديال هكا الدجاج. انا كنخدم غير بيديا باش نعرف، كنوزعوها بيديا باش كنعرف راسي فين حطيت. صافي كندير واحد شويه ديال الفرماج محكوك، ومن بعد غادي ندير طبقه ديال البيشاميل اللي غادي نغطي بها الوجه. راه كتجي لذيذه لذيذه بزاف. صافي كنديروا
فرماج محكوك. انا خلطت هنا موتزاريلا مع الفرماج الاحمر، يعني الفرماج الاحمر كيعطيه واحد المذاق زوين. درت شويه ديال الزعتر من الفوق، وغندير واحد شويه ديال السودانيه اللي كيبغي الحرور. غندير شويه ديال السودانيه من الفوق. صافي غادي نكون مسخنه الفران، وغندخلهم للفران حتى يتحمر لينا الوجه ديالها. كنشعل عليه من الفوق ومن التحت، كيتحمر لينا الوجه ديالها صافي وكنخرجوها من الفران. وها هي بعد ما خرجتها من الفران كيف ما شفتوا جات محمره. كتجي البنات لذيذه، كنتمنىكم تجربوها، وراها سهله دغيا دغيا كتوجد، وكتجي معلكه من الداخل داك الفرماج والبيشاميل. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنسانيش من اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد، وما تنساولياش البصمه خوتي الناس القدام، ديروا لايك، وشكرا على المشاهده.